ازيكم عاملين ايه؟ انا ندى، ودي مساحة صغيرة نفضفض فيها ونفوق لبعض. النهاردة هنتكلم عن راحة البال، عن السلام النفسي، عن انك تقولها كده من قلبك، طز في اي حد: انا الاول. ايوه كده زي ما سمعت. الكلمة دي غريبة شوية، ويمكن الناس تشوفها قوية، بس هي في الحقيقة تعبير بسيط جدا عن انك بتحط نفسك قبل اي ضغط خارجي. قبل اي حاجة، خلينا نكون صراحة. الناس عمرها ما هترضى. لو سكتتي هيقولوا هي ليه ساكتة، ولو اتكلمتي هيقولوا ليه صوتها عالي، ولو قلتي لأ هتكوني أنانية، ولو قلتي هتبقي ضعيفة وسهلة. يعني على أي حال في ناس مش هتعجبهم. يبقى ليه نتعب نفسنا؟ ليه نفضل نحاول نرضي الكل وننسى نفسنا؟ هو أنا اتخلقت عشان أكون نسخة من توقعات الناس، ولا عشان أعيش مرتاحة؟ وعلى فكرة، ده مش معناه أنانية. طز في أي حد بيساوي حبك لنفسك، مش كرهك للناس. يعني احنا مش بنقول لازم نكره الناس ولا نتكبر عليهم، بس بنقول أنا مش هموت نفسي علشان رضا الناس. عايزين نتعلم نقول لأ من غير تأنيب ضمير، كفاية من غير خجل، مش فاضية من غير شرح، أنا تعبانة ومحتاجة راحة من غير ما أتحسس. مين فينا ما اتجرحش قبل كده؟ من كلمة جرحتك، من حد خذلك، من حد قلل منك، من ناس بتلومك على اختياراتك، سواء أهل أو أصحاب أو حتى شريك الحياة. كلنا عدينا بمواقف خلت قلبنا يتقفل، بس كل مرة بنقوم وبنكمل. القوة الحقيقية مش في إنك ما تتأذيش، القوة بجد في إنك تحمي نفسك من اللي بيأذيكي، حتى لو كانوا ناس قريبة. محدش هيعيش مكانك، اختاري اللي يريحك انتي وبس. الناس بتنسى اللي عملتيه علشانهم، بس انتي اللي بتدفعي التمن. مش لازم تردي على كل كلمة، أوقات التجاهل بيكون راحة، واللي بيحبك هيحترم حدودك. اللي بيريح قلبك هو الصح، حتى لو الكل كان ضدك. تعالوا كده نعمل تمرين بسيط. اقفلوا عينيكم، تخيلوا نفسكم في مكان بتحبوه، هدوء، نسمة هوا، ريحة مريحة، وفي صوت داخلي بيقولك: أنا مش غلط، أنا بحب نفسي، أنا بحترم راحتي، ومش مطالب أبرر ده لحد. حسيتوا بإيه؟ شايفين إن الراحة بسيطة قد إيه لما تبطل تحاول ترضي الكل؟ مثلا كنت في فترة بحاول أكون مثالية، أساعد الكل، أسمع الكل، أكون دايما موجودة، بس في المقابل محدش كان بيهتم أنا تعبانة ولا لأ. في يوم صحيت من النوم وقلت: النهاردة هعيش لنفسي. ابتديت أحط حدود، أقول لأ، أقول مش فاضية، وصدقوني محدش مات. الدنيا كملت، وأنا بقيت أهدى ومرتاحة ومبسوطة أكتر. لو حسيتي إنك عايزة تنامي بدل ما تردي على رسالة، نامي. لو لقيتي حد بيستنزفك، ابعدي. لو يومك مليان توتر، خدي بريك. لو الناس بتقول عليكي متغيرة، قولي أيوة اتغيرت، بقيت أريح نفسي. لو لقيتي نفسك في ضغط، فكري في نفسك الأول. عارفين، الناس أوقات بتحاول تخلينا نكون نسخة منهم، يتوقعوا مننا حاجات مش فينا، سواء كان في شغل أو علاقات شخصية أو في العيلة أو حتى في المجتمع. ولو مفيش توافق مع توقعاتهم، بيبدأوا يتعاملوا معاك كأنك أقل منهم أو مش كفاية. وهنرجع مرة تانية للسؤال: هل لازم نبذل مجهود علشان نرضي الكل؟ هل لازم نكون نسخة من توقعات الناس؟ الجواب طبعا لأ. انت الأولوية، راحتك النفسية هي اللي هتخليك تكمل. مفيش حاجة أهم من إنك تبقى مرتاح مع نفسك. عارفين ليه الناس بتستنزفنا؟ علشان أول ما بتحط نفسك في المركز الأول، الناس اللي مش متعودين منك على ده هيحاولوا يأثروا فيك. هتسمع كلام زي: انت بقيت أناني، مفيش حاجة بتعملها غير لنفسك، انت مش زي الأول. لكن هل سألت نفسك يوم، لو كانت راحة بالنا هي أهم حاجة بالنسبة لنا،
ممكن نعيش حياة أفضل لو ركزنا على ده؟ الإجابة أيوة طبعا، لأن لما أنت هتحط راحة نفسك في المقام الأول هترتاح وهتقدر تعيش بشكل صحي وأفضل، وبكده مش هتحتاج تبرر لأي حد ولا تتأثر بأي شخص تاني، لأنك خلاص قلت طز في أي حد. خلي حدودك هي راحة قلبك. اللي بيحبك من القلب مش هيخليك تبذل جهد، اللي بيحبك بجد مش هيخليك تعمل فوق طاقتك علشان ترضيه، اللي بيحبك هيحترم حدودك، اللي بيحبك هيحترم رغبتك في راحتك النفسية، ويمكن ده يكون هو الحب الحقيقي. مش لازم ترد على كل كلمة قاسية اتقالت لك، مش لازم تبرر كل تصرف قدام الناس. لو حسيت إنك محتاج وقت لنفسك خد راحتك، لو لقيت الناس بتضغط عليك بشكل غير صحي سيبهم وامشي. من دلوقتي حاول تبدأ تاخد خطوات بسيطة نحو راحتك. ممكن في البداية هتكون مش متعود على التفكير كده، بس الموضوع مش معقد أبدا. ممكن تبدأ بأشياء بسيطة زي إنك تحدد وقت لنفسك. لو كان يومك مليان مهام خد ساعة بس في اليوم تكون لنفسك انت لوحدك، اقرا فيها، اتفرج على فيلم بتحبه، او حتى نام فيها لو كنت تعبان. اتعلم تقول لأ. اوقات كتير بنقول ايوه لمجرد اننا عايزين نرضي الناس، لكن في النهاية ده بيأثر على راحة قلبنا. لو مش عايز حاجة قول لأ من غير تردد. اعتني بنفسك، مارس رياضة أو حتى اقعد شوية مع نفسك لشوية دقايق صغيرة كل يوم. ده هيساعدك إنك تحس بتحسن وتحافظ على صحتك النفسية. الراحة النفسية مش حاجة بنقدر نستغنى عنها، دي حاجة أساسية، وانت أو انتي لو قدرتوا تعيشوا حياة مريحة هتقدروا تساعدوا الناس اللي بتحبوهم بشكل أفضل. لكن لازم تبدأوا بنفسكم الأول. مش لازم تكونوا مرهقين أو متوترين عشان ترضوا الكل، لازم تركزوا على نفسكم وتبنوا قوتكم الداخلية. خليني أقول لكم عن موقف شخصي مريت بيه. كنت بحاول أكون كل حاجة لكل الناس، كنت بحاول أساعد كل حد وأكون موجودة للكل، وكان الضغط عليا كبير جدا. بس في النهاية بعد فترة اكتشفت إني بدأت أتبهدل، وبعد كده قررت إن الوقت ده لازم يقف. قررت إن راحتي النفسية أهم من أي حاجة تانية، وابتديت أقول لأ لما كنت محتاجة ده، وابتديت أقول أيوة لما كنت فعلا قادرة إني أدي. وصدقوني ده غير حياتي خالص. علشان تبتدي دلوقتي لازم تبدأي تفكري في نفسك. اتعودي على الهدوء، اتعودي على الراحة، ما تخليش أي حد أو أي شيء يضغط عليكي لدرجة إنك تخسري نفسك. انتي مش لوحدك، كلنا بنتعلم ده مع الوقت، والأهم إنك تستحقي إنك تكوني مرتاحة. وفي نهاية كلامنا أتمنى إن الحلقة دي تكون قربت لكم فكرة إن طز في أي حد، راحتك النفسية أهم. لو حسيتوا إنها لمستكم أو ممكن تساعدكم ابعتوها للي محتاج يسمعها، وافتكروا دايما إن الحياة بسيطة أكتر من كده لما تركزوا على راحتكم النفسية.